انا بتحجج اصلا يعني ان انت تجيلي وتشتكي مني، علشان قبل ما اسمع منك هتلاقي لساني وعقلي وقلبي بيقولوا بعلو الصوت من بدري ان انا عن جد كتير مشتاق لك. كلمني واشكلي مني وانا اسمع كل اللي في بالك، اتخانق ويايا بقسوة وطلع كل اللي في جوفك، وانا اهو عايش بتنفس اسمع لك مهما كان دورك، وهنوصل ويانا الحل، هنفك العقد المربوط وهنشبك الود ما بيننا، هنشيل كل النقط السوداء وهنخلي النقط البيضاء تحللنا انما تبعد من غير ما تقول. ده العجز اللي انا كنت زمان بحكي لك عنه، كنت بقول لك بدل المرة 1100 ان الواحد لما يخرج حاجة جواه كانت مكبوتة احسن 100 مرة لما يعينها ويبرد ثانية، وان البني ادمين العجزة لما يتضايقوا وما يواجهوش، ما هو في الاخر برضه هيجي اليوم ونواجه، واللي اتخزن جوانا لسنين هيجي له يوم وهيخرج علني. وفروا كل اوقات زعللكم وتعالوا قولوا طالما كان بينا العيش والملح، طالما كان بينا عشرة وايام يبقى اكيد احنا اكبر جدا من اي محاولة تقسم بينا. ياما حكايات قسما بالله كانت تخلص في الكلمة التانية، وعشان اصحابها معاتبوش بعض كبرت وبقت تملى الدنيا، وبحتاجوا الوقت 1,000,000 واحد وال100 قعدة وجلسة ولمة علشان ينهوا الفجوة ما بينهم، وياريتهم عارفين ينهوها ويلموا. ليه يفضل بينا زعل موجود؟ انا اهو قدامك وما متش، انا بسمع ومطرطق ودني وعلى استعداد اقبل اوجعكم، بس تعالى وقول لي ما بدك، سكة ودوري وانا صبر طويل ما يهمكش، انا ليكوا حقيقي محب بجد، فبحق الحب اللي بحبه لكم تقولوا كل اللي وجعكم مني وتحاولوا قدر ما امكانكم تشيلوا القسوة وانتوا بتحكوا. ما يجوز فاهمين شيء مش ولا بد، ويجوز تبقوا مفاهمين حاجة انا عمري ما كنت قاصدها نهائي. والله فعلا ياما مظالم في سجون الدنيا دخلوها زور علشان ناس من تحت الترابيزة أكلوها لهم، فبلاش موضوع من غير موضوع نعمله موضوع، ولا موضوع في الدنيا بحالها يستاهل نحرق دمنا لجله. أنا جسم أهم من الدنيا وصحتي مش في مقارنة أخسرها، هتجاهل كل ما يوجعني وهرحب باللي يفرحني. أنا عايش بسمع وكويس، ما بسيبش الشيطان يدخل بينا، وزي ما بدل فرصة لغيري وإيدي مفتوحة لأوحش حد، كل اللي أنا عاوزه من الدنيا غيري يديني نفس الفرصة ويسمع مني وليه الحكم. وأنا متأكد إن طالما النية سليمة فهنوصل لحلول تشبهنا، أما إن كانت النية لئيمة فهنوصل لسدود تقفلنا. إيدي مفتوحة طوال الوقت، ونجيش طالما قالك لأ ما تحكنيش اديله بالجزمة واحكي معايا من غير لأ، بس مش دايم غير للنهار، وانا وانت هيجيلنا اليوم ونكون احنا الاتنين في تراب. فبحق الدنيا اللي ما تستاهل اننا نزعل يوم فيها، لنقرب من بعضنا للاخر ونخلي الحب ما بيننا طراوة. بشوية عقل وصبر وحكمة هنلاقي اكبر مشكلة في الدنيا خلصت وكأنها ولا حاجة. فتعالى يا عم وقول ما بدالك، وانا مشتاق لك من قبل ما تيجي. انا بتحجج اصلا يعني ان انت تجيلي وتشتكي مني، علشان قبل ما اسمع منك هتلاقي لساني وعقلي وقلبي بيقولوا بعلو الصوت من بدري ان انا عن جد كتير مشتاق لك، وانك من قبل ما تيجي بحبك، وان لما عرفت انك جاي على بابي اساسا انا اصلا سبته مفتوح لك.